السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن امتحان العربي بتاع الصف الثالث الإعدادي. النهاردة الفيديو بتاعنا هيكون هنتكلم فيه عن كذا جزء بحيث ان احنا نلم الامتحان كله. اول جزء فيه هنتكلم عن كل فرع من فروع العربي وهنذاكره ازاي. تاني حاجة هقول لكم على جدول مذاكرة تقدروا ان انتوا تذاكروا من خلاله العربي في خلال ال3 ايام الباقيين. واخر حاجة ازاي ان انا اقدر ان انا اقفل التعبير والنحو باذن الله. فتابعوا الفيديو معايا للاخر وما تنسوش ان احنا لو عجبنا الفيديو نعمل لايك للفيديو، اشتراك في القناه، شير لكل اصحابنا. يلا نبدا الفيديو بتاعنا. هنبدا الاول نتعرف على الفروع بتاعتنا واحنا محتاجين ايه في كل فرع. اول حاجه عندنا التعبير والقصه والقراءه، سواء قراءه متحرره او القراءه اللي بتيجي من المنهج، والنحو والنصوص والخط والاملاء. كده احنا خلاص دول يعني مش هنتكلم فيهم اكيد. هنبدا اول حاجه التعبير. انا قلت لكم ان انا هتكلم فيه باستفاضه في اخر الفيديو، وهنتكلم ازاي بقى عن حتى لو انا بكون طالب شاطر وعارف كل الفروع بتاعه العربي بس اللي بينقصني التعبير، ازاي ان انا اقدر اتفادى النقص ده وان انا ما انقص فيه ويبقى الموضوع التعبير بتاعي اللي هو لا المدرس ما يقدرش حتى ان هو يتلكك لي على اي حاجه وهو بيعلم، لا. فالتعبير كده هنسيبه الاخر. نبدا بالقصه. القصه انا محتاج ان انا اعمل ايه فيها؟ اول حاجه في مدرسين كتير بتبقى اللي هو عامله ايه زي ملخص كده لاحداث القصه المهمه ويقول لك ايه هو احفظ له خلاص. لا، انا ما بقتنعش بصراحه بالموضوع ده. انا شايفه ان انت لو قرات القصه الفصول كلها بعينيك قبل ما تنام ده بالنسبه لك افيد، لان القصه واسعه شويه فانت عاوز تبقى عارف كل الاحداث الموجوده. واكيد مش الورقتين اللي المستر هيديهم لك هيكون فيهم فعلا كل الاحداث زي ما القصه موجود فيها كل الاحداث فعلا. فانا افضل لي بالنسبه لي ان انا احب ان انا اراجع عليها فصل بعيني كده. الموضوع مش هياخد مني اكتر من ساعه. لو كل يوم قبل النوم، انت عندك النهارده ويوم الاثنين ويوم الثلاث، لو كل يوم قبل ما تنام انت بتراجع القصه كده بعينيك، الحاجه اللي بتراجعها قبل ما تنام بعينيك دي بتتحفظ كده، يعني كانك بتاخد صوره كده للقصه بعينك، فاهمني؟ فهتيجي في الامتحان اول ما هتشوف الحاجه دي هتفتكر ايه هي. طب انا المستر بتاعي متاكد ان هو مديني مثلا ملخص كويس وهعتمد عليه، تمام. لو انت متاكد ان الملخص ده كويس تمام اعتمد عليه. بس انا زي ما بقول لكم الافضل بالنسبه لي ان انا اكون عارفه الاحداث كلها من القصه ذات نفسها. تمام كده القصه خلاص نشيلها على جنب. نيجي بعد كده هندخل على القراءه المتحرره. القراءه المتحرره الموضوع ما بيجيش غير من اكتر ان انا اتدرب عليها كتير، يعني ان انا ابدا احل قطع قراءه متحرره كتير. فهبدا واحده واحده الاقي نفسي خلاص بقيت بعرف ان انا اجيب المعنى بتاعت الحاجه دي الدقيق، بقيت بعرف ان انا احل، لان هي بتبقى قطعه وانت مجرد بتبقى اول مره تشوفها. فيعني دي مش حاجه حفظ، يعني دي من التدريب زي النحو كده بالظبط، يعني حاجه شبيهه. فده انا عايزه ان انا اتدرب عليها كتير. بعدها القراءه اللي بتيجي من المنهج. الموضوع بتاع ان انت تقدر ان انت تلم المواضيع اللي موجوده عندك في المنهج مش هياخد منك اكتر من ساعتين. فابدا كده شوف المواضيع اللي موجوده عندك في المنهج وابدا ذاكرها. لو في مفردات ما تحفظ يعني معاني او كده، ابدا ان انت مجرد كده تبقى يعني ايه عارفها كاستطلاع، لان مش يعني ما بقاش الموضوع ده محدود مجرد ان انت مثلا في رابعه او خمسه او سته ابتدائي اللي انت هتحفظها هيجيلك هو نفس المعنى او كده، لا. فانا مجرد ان انا ببص عليهم وابدا برضو ان انا اطبق عليها كتير وهيكون الموضوع يعني سهل وبسيط باذن الله. اهم فرعين عندي بقى اللي عليهم الدرجات الكبيره هم النصوص والنحو. النصوص والنحو من اهم الفروع الموجوده في العربي، وان انا ما ينفعش بقى يعني دول بقى اللي انا ما ذاكرتهمش، دول بقى اللي عليهم كم كبير من الدرجات، بالذات كمان النحو. يعني النصوص والنحو الاثنين دول بصراحه لو انت عرفت ان انت تلمهم كويس خلاص كده البواقي القراءه والقصه والحاجات الباقيه دي درجاتها اقل شويه. النصوص هبدا بيها، بيكون في عندي نصوص بتكون اجباري ونصوص اختياري. معنى ايه؟ في نصوص اجباري لان انتوا بيجيلكوا سؤال اجباري وفي سؤالين وبتختاروا منهم نص، فانت النصوص الاجباريه بتكونوا عارفين اللي هي انهي اللي موجوده عندكم مثلا في النصوص حفظ، ويكون النص ذات نفسه حفظ. النصوص الاجباريه ما ينفعش ان انا افوت فيها اي حاجه، لان ده سؤال كده على بعضه انا مش هختار حتى ما بين اتنين، لا ده هو ده اللي جاي لي اجباري. فالنصوص الاجباريه احرص كويس ان انت تكون بدات كده ان انت تلممها، معاني، مظاهر جمال، كل حاجه موجوده فيها، مين اللي كاتب النص ده، كل الكلام ده. فحاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تهتموا بالنصوص الاجباريه. يعني انت لو تذاكر انهي الاول، ابدا بالاجباري بعدها النصوص الاختياريه. النصوص الاختياريه ممكن لو الوقت ان لقيت ان الوقت مش يعني ضيق معايا ممكن في نص واحد من النصوص الاختياريه اسيبه ما اذاكروش، بس بقى النصوص اذاكرها كويس جدا، بحيث يمكن يعني ربما ان انا مثلا النصوص الاختياريه اللي يكونوا جايين لي 2 من اللي انا حافظاهم والثالث اللي انا ما كنتش حافظاه مثلا ما جاش خلاص مش مشكله. ممكن وقتها لو عندي وقت ان انا بحل الاثنين مش بحل واحد كمان، بس ده بعد ما بخلص مثلا ايه الامتحان بتاعي والاقي ان انا خلاص كنت مختار في الاول واحد ولقيت بعديها ان انا لسه عندي وقت، ممكن احل النص الاختياري الثاني
مفيش اي مشكله. ما كنتش عارفه وما حلتهوش، مش هتنقص يعني، ده مش حاجه يعني عليها درجات او كده، لا ده مجرد ان انت بتبقى حاجه زياده بس مش هتاخد برضو عليها درجات، بتبقى مجرد ان انت ايه، من باب الاحتياط. ان انا مثلا لو لقيت نفسي مثلا لما جيت حليت الاختيار الاولاني وصح علمولي لاني مثلا ناقص نص درجه او حاجه، والتاني لما علمولي لان انا مقفله، طب ممكن ياخد الدرجه الاعلى وياخد اللي هو اللي انا كنت مقفله، فاهمني؟ بس ان انا لو ما حلتهوش ده مش هينقصني حاجه في النصوص الاختياريه، لان انت اصلا بيكون مجبر عليك ان انت تختار واحد مش تحل الاثنين. بس دي مجرد كده بتبقى حاجه زياده، اللي انا خلصت ولقيت نفسي عندي وقت فاضي، فزي ما قلت لكم بكون لقيت اللي هو خلاص عندي وقت فاضي وراجعت وخلصت كل حاجه، فلو هم ال10 دقايق الباقيين دول احل فيهم النص التاني بدل مثلا ايه ما اكون قاعد فاضي. بعديها عندي فرع النحو. النحو بعمل فيه ايه؟ النحو انا ممكن اجيب فيديو يكون لمم لي كده المنهج كله بتاع النحو شرح، وابدا ان انا بعديها اطبق بقى قطع نحو كتير. حاول على قد ما تقدر الحاجات اللي انت تحلها ليله الامتحان او الايام بتاعت ليله الامتحان بتاعت العربي دي، ان انا احل من حاجات انا معايا اجابتها، عشان ما تقعدش تشغل نفسك بان انت تدور على اجابه كذا، ولا لسه هبعت للمستر والمستر ممكن ما يردش عليا دلوقتي يعني فاهميني كل الكلام ده. فانا احاول على قد ما اقدر الحاجات اللي انا احلها في ليله الامتحان تكون حاجات انا معايا الاجابات بتاعتها، عشان ما اقعدش ان انا اقعد ادور على الاجابه واقعد اضيع وقت في الحاجات دي. بيكون الوقت عندنا ضيق شويه، فاحنا مش عايزين نلجا الموضوع ده. عندكم المحافظات لو معاكم اجاباتها حلوها مهمه جدا، يعني لازم ان انا اقعد ادرب نفسي على يعني قطع نحو كتير. فانا النحو عرفته كشرح، او انا لو انا عارفه كشرح خلاص مش هتفرج على فيديو شرح على اليوتيوب، اكتب بس شرح النحو كامل صف الثالث الاعدادي هيجيلك مليون فيديو عن الموضوع ده، ولمم لك، وكلهم مدرسين احسن من بعض، يعني كلهم كويسين، مفيش يعني فاهمين كلهم، مفيش فرق ما بينهم بمعنى صح. فهبدا ان انا مثلا اتفرج على الفيديو ده، بعدها ابدا اطبق بقى قطع، يعني اطبق على قطع النحو كتير بقى، حل على قد ما تقدر، امسك كل محافظه وحل قطع النحو فيها. خلصت الكلام ده انت كده خلاص، ده اللي مطلوب منك في كل فرع. طب انا هنقسم التقسيمه بتاعه المذاكره ازاي؟ انا عندي النهارده وبكره ويوم الثلاث، يعني حد 2 3 الحد هيكون باقي فتره صغيره لان اخر اليوم. لو قدرت ان انت مثلا تبدا في النحو مفيش مشاكل. يوم الاثنين انا يعني حاسه ان هو هيكون، وممكن كمان يوم الاحد النهارده بالليل قبل كده الساعه اللي قبل النوم دي ناخدها للقصه، ان انا القصه ابدا ان انا اقرا فيها زي ما قلت لكم بعنايه، او اراجعها بعنايه لو انا عارفها قبل كده، لان اكيد يعني يعتبر حتى لو مش حد مش ذاكر اكيد عارف مثلا على الاقل 20% منها 30% منها، يعني اكيد مش يعني مش عارفها كلها خالص، لا اكيد كنا مثلا بنروح دروس بنحضر سمعنا لقطنا كام حدث كده فاهميني، فهتبقوا عارفين على الاقل احداث بسيطه منها، واكمل الباقي بالساعه اللي انا بقول لكم قبل ما انام دي، ابدا كده ان انا امسك القصه بتاعتي واحاول ان انا اقرا فصل كده بعنايه مش اكتر، اللي هو انا خلاص كده فصلت ودماغي فصلت، بس انا يعني ايه ممكن اقعد قبل ما انام حبه زي ما بقعد كده امسك التليفون شويه، لا نخليها المره دي ان انا امسك القصه وابدا اقرا الاحداث بتاعتها زي ما قلت لكم. يعني الساعه اللي قبل النوم النهارده دي هناخدها للقصه كده ماشي، عشان الحاجه اللي بتكون قبل ما ننام دي يعني بتركز كده في مخنا شويه. وزي ما قلت لكم لو في مثلا انت اتفرجت على الفيديو فاضل ساعتين النهارده والنهارده لحد، ابدا كده في النحو او النصوص، يعني حاجه من الاثنين، شوف انت عايز تبدا بايه. ممكن اشوف الفيديو بتاع مراجعه النحو، لو انا عارف المراجعه وخلاص ومثلا مستر رجعت مع نحو ابدا ان انا احل على طول مفيش مشكله. يوم الاثنين انا برضو لسه في النصوص والنحو، يعني الحد والاثنين انا بكمل في النصوص والنحو. طب لو انت كنت مخلص النصوص مثلا يبقى ركز على النحو، كنت مخلص النحو ركز على النصوص، هكذا فاهمني. طب انا مخلص النصوص والنحو ابدا اعمل ايه في الايام التانية؟ ابدا احل المحافظات، ابدا احل على القراءه المتحرره كتير، ابدا احل على النصوص، يعني ابدا ان انت بقى يعني وقتك ده ما تضيعهوش، لا راجع مراجعه سريعه وبعدها ايه ابدا طبق. يوم الثلاث انا عايزه ان انا القراءه اللي موجوده في المنهج ابدا ان انا اذاكرها، والقراءه المتحرره احل عليها كتير، وممكن ان انا احل امتحانين كده شاملين. والتعبير طبعا معانا، التعبير هو هياخد مني في ال3 ايام ساعه، اختار بقى انت ساعه تكون فاضيه عندك في ال3 ايام وانا هقول لك انت تخلصها في التعبير هتعمل ايه. والقصه زي ما قلت لكم هي الساعه اللي قبل النوم، كل يوم هبدا ان انا اطبق عليها كده ايه، مجرد ان انا بشوف الاحداث بتاعت القصه واقرا بعيني وبعدها اطبق عليها كام ايه يعني كام سؤال قصه كده يكونوا موجودين. المستر بتاعي مديني اسئله سؤال واجابه على القصه ممكن ان انا اشوفهم، بس ده طبعا زي ما قلت لكم بعد ما اكون ان انا عارف الاحداث كلها من القصه ذات نفسها. طب انا الوقت ضيق معايا وخلاص ما فيش كلام، يعني مفيش وقت للكلام اللي انت بتقوليه ده، خلاص لو انت عند اخر حل والمستر مديك ملزمه مراجعه على القصه مفيش مشاكل خلاص، بس ده يعني يكون الحل الاخير بالنسبه لي مش اللي هو الحل الاولاني. لكن انا لو بدات النهارده اقدر ان انا اعمل الكلام اللي انا بقوله عادي جدا ومفيش اي مشاكل. احنا بنقدر يعني في ناس منكم بتقرا الروايه في ساعه كلها، فالقصه ما بالك ان هي طبعا فصول مثلا او حاجه، فلا هتقدر تخلصها وهتقدر ان انت تكون عارف كل الاحداث، اعتبرها كانها روايه بمعنى اصح.
كده احنا خلاص خلصنا وعرفنا ان احنا هنقسم مذاكرتنا ازاي. طب انا لا انا مراجع وخلاص ومخلص دنيتي، ابدا اعمل ايه في ال3 ايام دول؟ ابدا راجع مراجعه بسيطه بعينك كده على الحاجات، وبقى يعني خليهم بقى الباقي حل. ابدا اكتب موضوع تعبير، شوف نفسك لو مش عارف مثلا ايات قرانيه كتير تقدر ان انت تحفظ كام ايه كده تقدر تحطهم في مواضيع التعبير، الاحاديث كده فهمني، بحيث ان انا الوقت ده استغله احسن استغلال. بان انا عشان ابقى داخل كده امتحان عربي خلاص انا مخلص كل حاجه، انا داخل واثق من نفسي مش محتاج اي حاجه، هدخل امتحاني بكل هدوء مفيش اي مشاكل. التعبير بقى، التعبير انا عامله لكم زي خلاصه كده هنعمل ايه. التعبير بيكون عندي جزئين، التعبير الوظيفي والتعبير الابداعي. التعبير الوظيفي ده اللافته البرقيه، رساله، اعلان، وفي حاجه كده طالعه جديده اسمها يعجبني ولا يعجبني، ولو تقرير او مقال، يعني بيكون في وبطاقه الدعوه، رساله والتلخيص، كل دي حاجات كتير. المستر اكيد مديك كده للتعبير الوظيفي كل حاجه شكلها بتكون عامله ازاي. ابدا كده بايدك واحده واحده، ارسم شكل البرقيه بتكون عامله ازاي، الاعلان بيتكتب ازاي، الرساله بتتكتب ازاي، المرسل اليه فوق تحت ولا المرسل ايه يعني فاهمني، والمرسل فوق ولا تحت. ابدا كده بايديك كده، جيب ورقه وقلم واعمل تلخيص لكل الحاجات دي، البطاقه والاعلان والتلخيص والحاجات دي بنعمل فيها ايه كلها. تمام، خلصت التعبير الوظيفي، ندخل بقى على التعبير الابداعي وازاي ان انا اخد الدرجه بتاعته كامله. التعبير الوظيفي زي ما قلت لكم نحاول على قد ما نقدر ان احنا لما ندخل الامتحان لو هو مثلا حاجه بسيطه نعملها على طول ونخلص ونمشي يعني الاسئله بالترتيب، عشان في ناس كتير منكم بتنساه ان هو احنا نقول احنا هنسيبه للاخر ونيجي في الاخر نكون حلينا ونسيبه وننسى بقى ونخرج من الامتحان، بتبقى مشكله. يعني ناس كتير بيحصل معاها نفس الموقف ده، فانا بحب ان انا احل الامتحان بتاعي بالترتيب عشان ما انساش التعبير ولا التعبير الابداعي ولا الوظيفي. ندخل بقى على التعبير الابداعي. التعبير الابداعي بصوا انا كاتبه لكم كده اول حاجه ان انا العناصر بتاعتي تكون يعني اللي هو مش عدد قليل ومش عدد كتير، يعني انت 6 7 في الرينج ده، يعني فاهمني، ما تكترش وما تقللش. ان الافكار بتاعتي او العناصر تكون مترتبه حسب ان انا هدخل في الموضوع ازاي، وتكون ترتيب منطقي. على سبيل المثال مثلا لو جايلي موضوع عن الرياضه، ابدا مثلا واحده واحده كده اعرف ايه هي الرياضه، انواع الرياضه ايه، زي ايه اهميه الرياضه، ان مثلا حديث مثلا ان الرسول مثلا كان بيوصلنا مثلا ان احنا نلعب رياضه كذا فاهمني. فنبدا كده واحده واحده بالترتيب كده، بحيث ان انا اللي يقرا الموضوع بتاعي من اول العناصر كده يشوف ان العناصر يعني ترتيبها كده صح منطقي. مش هبدا مثلا اول حاجه يعني بحاجات تكون مثلا ايه اللي هو مثلا ايه المفروض ان انت لما بتبدا عن الموضوع بتبدا عن حاجه بسيطه تعريف عن الموضوع ككل، لا انت مثلا هتدخل الاول باضرار الحاجه دي او بفوائدها، لا طب ما نبدا الاول كده كخلاصه عن الموضوع ككل، وبعديها ابدا واحده واحده افسر بقى الايه الحاجه. فان تكون العناصر بتاعتي مترتبه كده ترتيب منطقي من الاول، ده كويس جدا. رتبت العناصر وعرفت العدد بتاع العناصر اللي انا هكتبه، وكتبت عناصر ما تكونش كلها نفس المعنى، يعني ما اكتبش اهميه الرياضه بعديها الرياضه مهمه ليه فاهمني، اللي هو لا تكون العناصر كل واحد ده مش معناه غير التاني، ما تبقاش متكرره، هو نفس المعنى بس انت كاتبه في طريقه تانية فاهمني. يبقى كده خلاص العناصر خلصنا منها. بعديها البدايه كويسه في الموضوع اللي هي المقدمه، اكتب مقدمه ما تكونش مكرره كتير، احاول على قد ما اقدر ان انا المقدمه دي تكون انا اللي كاتبها بنفسي مش مجرد مقدمات محفوظه. لو انت خلاص اتعودت على المقدمه المحفوظه ماشي، بس انا بالنسبه لي الافضل ان انا بكتب مقدمه انا اللي كاتباها بنفسي، مش مجرد حاجات انا حافظاها وكل الناس كاتبه زيها وخلاص، لا وتكون مقدمه يعني لها علاقه بالموضوع شويه، ما تبقاش مثلا انتوا يعني ساعات بيبقوا مدرسين محافظينكم مقدمات ما تنفع، يعني حاسه مش نافعه مع الموضوع اصلا، يعني حاسه شكلها لا مش لطيف خالص ولا تنفع فاهمني. فنحاول على قد ما نقدر نكون مقدمه لايقه مع الموضوع شويه. بعديها الموضوع نفسه بقسمه فقرات، ان انا ابدا كده على حسب كل عنصر انا كتبته بكتب عنه فقره، الفقره دي بتكون شكلها كده مرتب، مع بدايه السطر بسيب كده مسافه وبعديها ببدا اكتب، وبيكون بعد كل فقره بكتبها احط نقطه في اخرها وبعدها اسيب سطر وادخل على الفقره الثانيه، بحيث اللي يشوف الموضوع بتاعي كده بيكون متقسم فقرات على حسب العناصر بتاعتي، بيكون شكله لطيف جدا. علامات الترقيم وانا بكتب، النقطه، فاصله، علامه استفهام، نقطتين فوق بعض فاهميني. العلامات الترقيم مهمه جدا بتخلي شكل الموضوع كده منسق. حاول على قد ما اقدر حتى لو انا خطي مش كويس ان انا خطي كده يكون منظم، الخط المنظم ملوش علاقه بالخط كويس ومش كويس، لا ان انا اكون منظمه دي حاجه تانية، بحيث ان اللي يشوف الموضوع بتاعي كده يكون مش عينه مش عارفه هو يبدا منين وحاسس ان لا شكله مش حلو فاهمني. فلا بكتبش كلمات بالعاميه،
اوعى الخطا ان انت بتكتب، انت في امتحان لغه عربيه تكتب كلمات بالعاميه، ما ينفعش. ما ابداش ان انا اكرر كتير وانا بكتب في الموضوع واكتب الحته اللي كتبتها فوق او حاططها تحت لا ما ينفعش. ما هو اللي مش بيصحى برضه فاهمين ده مدرس يعني، فعيب قوي المواضيع دي. حاول على قد ما اقدر ان انا لو حافظ حديث خاص بالموضوع او ايه قرانيه او بيت شعر، ان انا ادعم الموضوع بتاعي بالحاجات دي، بتكون كويسه جدا. بكون كده مثلا لو ايه مثلا حطها ما بين يعني قوسين كده قال الله تعالى وكذا، فاهمني؟ يعني بحيث ان الحاجه دي بتاعتي تكون ظاهره في الموضوع. ايه تاني؟ لو انت تعرف ان انت مثلا يعني النحو، ان انت تراعي النحو شويه وانت بتكتب الموضوع بتاعك، بحيث ان تكون لغه عربيه صحيحه، فهيكون الموضوع ده كويس. كنت كاتبه لكم ايه تاني؟ ان انا خلصت يعني بقى خلاص، كتبت مقدمه كويسه وكتبت الموضوع نفسه على هيئه فقرات. في الاخر برضو خاتمه كده بتلم الموضوع بتاعي وانا اتكلمت عن ايه وقد ايه الموضوع ده مثلا مهم او كده، فاهميني؟ تكون خاتمه كده لطيفه كويسه. حاول على قد ما اقدر ان انا زي ما قلت لكم ما اكررش وما عيدش الكلام تاني. احنا بيكون عندنا موضوعين في التعبير الابداعي، انا بختار واحد. حاول على قد ما تقدر وانت تختار الموضوع اللي انت هتقدر فعلا تكتب فيه كتير، تكتب فيه باستفاضه. لكن الموضوع اللي انت حاسس ان انت لا مش يعني مش هتعرف ان انت تكتب فيه كتير، يبقى خلاص بلاش ما نختارهوش. بس واحاول ان انا كمان ما اشخبطش، بلاش، عشان بيبقى شكل الموضوع مش لطيف. يعني ان ازلت معاك قوي ولقيت ان خلاص وان انت الكلمه دي لازم تشوفها بخط كده رصاص، واعمل يعني خط بسيط كده على الكلمه وخلاص، فاهمني؟ بحيث انها لا بلاش بقى الشخبطه اللي انت بتقعد تقطع بيها الورقه دي، بلاش. ده كل اللي انا كنت عايزه اتكلم فيه عن العربي وعن الفروع بتاعته وعن ازاي ان احنا نذاكره. باذن الله برضو ليله الامتحان هيكون عندنا فيديو كويس جدا، بحيث ان انا اعمل في اللجنه تعمل ازاي مع الورقه وكل الكلام ده. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو ان احنا نعمل لايك للفيديو، اشتراك في القناه، وشيروا لكل اصحابنا. لينك الانستجرام بتاعي في اول كومنت لاي يعني في اول كومنت، عشان لو حد عاوزني في اي موضوع، عايز يسال عن اي حاجه. وما تنسوش لو عندكم اي مشكله اكتبوها في الكومنتات، وباذن الله نعمل على فيديو. ربنا يوفقكم، وبلاش ان احنا نتوتر، التوتر ملهوش لازمه زي ما قلت لكم قبل كده. يلا بقى اشوفكم في فيديو جديد.